موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. الزمالك دخل على مباراة الطلائع وهو تحت ضغط رهيب. الفريق بقاله 4 ماتشات من غير فوز، بدأها بتعادل مع الجونة وبعدها خسارة من الأهلي في القمة، وبعدين تعادل مع غزل المحلة وتعادل جديد مع البنك الأهلي 1-1 على استاد القاهرة. في المباراة اللي سجل فيها البنك الأهلي هدفه من ركلة جزاء عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 29، ورد عليه شيكو بانزا بهدف التعادل في الدقيقة 33. لكن الأداء للأسف لسه بعيد عن طموح جماهير الزمالك. الزمالك حاليا في المركز الرابع ب 19 نقطة وبيبعد 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري ب 23 نقطة. أما طلائع الجيش فهو في المركز 16 ب 10 نقاط وبيصارع عشان يهرب من القاع من منطقة الهبوط. الزمالك داخل اللقاء اللي جاي أمام الطلائع ولازم الفوز علشان يرجع الثقة ويكسر سلسلة النتائج السلبية اللي مضايقة جماهيره. أما عن موعد المباراة، فالمباراة هتكون يوم الأحد 2 نوفمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسوف تنقل المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت، النقل الرسمي لمباراة الدوري المصري. كده وصلنا للنهاية. لو أنت مهتم بأخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.